السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة فيوات منظري. فيديو اليوم ان شاء الله نوجد معكم هذا الميني بطبوط كما كتشوفوا معايا، خاوي من الوسط هكذا وخفيف بدون دقيق ابيض. نخليكم مع مقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبه للدقيق غناخذ هنايا الدقيق ديال الشوفان، هذا هو الشوفان اللي استعملت هكذا، طحنته وراه كيتطحن بسرعه وكيولي لنا هكذا على شكل دقيق. غادي نضيف معاه هنايا ملعقه صغيره ديال الملح، وكذلك ملعقه صغيره ديال الخميره حبيبات، وعندي هنايا واحد الملعقه كذلك ديال زيت الزيتون. بالنسبه للقياس اللي درت هنا ديال الدقيق ديال 2 كؤوس، والماء دافي هكذا باش غادي نجمعوا الدقيق ديالنا اولا باش غادي نعجنوه. كنضيف دائما الماء غير بشويه وكنجمع هكذا العجين ديالي. ما كتاخذش الوقت وما كندلكوهاش، غير كتجمع لنا بحال هكذا وكتبقى هكذا خفيفه، كتلصق شويه في اليد. غنغطيها هكذا بواحد البلاستيك غذائي ونخليها كترتاح. تقريبا خليتها واحد 15 دقيقه. من بعد خديت هكذا العجين ديالي ورشيت هكذا تحتها بالدقيق كما كتشوفوا معايا، راه كيبقى العجين كيتلصق هكذا باش كيجيونا الطبيطات خفاف ومهويين هكذا من الوسط اولا خاويين من الوسط. نجمع هكذا العجين ديالي وغادي نبسطوه هكذا باليد او بهاد المدلك هكذا باش يجيني مقاده. غادي نسرحها هكذا مزيان كما تشوفوا معايا. خديت هنا هاد القطع اللي عندي وغادي نشكلهم بطبيطات هكذا صغيورين، والحجم كيبقى لكم اختياري، اللي بغى يديرهم حتى كبار يديرهم. انا درتهم هكذا صغار لانني بغيت نعمرهم في الاخر. نقطع هكذا العجين ديالي كامل، وهذا اللي كيبقى ليا بحال هكذا كنعاود نجمعو وكنشكلو كذلك على شكل كره، وبنفس الطريقه غادي نبسطها وغادي نعاود نقطعها دوائر هكذا. هذا هو الحجم اللي درت انا هكذا في الطبيطات، وكنخليهم على هذا السمك. حطيتهم هكذا حتى كيرتاحوا، كيعاودوا يخمروا لنا ما بين 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. كما كتعرفوا ما فيهمش الدقيق الابيض، كيحتاجوا شويه يخمروا. من بعد دزت هنا كنطيبهم كما كتشوفوا معايا، راه غير كنحط الوحيده هكذا وفي نفس الوقت كنقلبها باش كتنفخ. نقلبوها هكذا وهي باقا بيضه من التحت. هذا هو السر باش كيتنفخوا لنا هاد البيضات. اي نوع ديال الدقيق عجنتو به كديروا نفس الطريقه هكذا ديال الطياب. كنحطوا الطبوطه وكنقلبوها من بعد ثواني. هذا هو الشكل ديالها هكذا بعد ما طابت لي هاد الاولى من الجهتين هكذا، راها كيتحمروا كما تشوفوا معايا. كما قلت لكم غير كيبداو هكذا كيتنفخوا شويه كنقلبها على الجهه الثانيه وكنستمر هكذا بنفس الطريقه حتى كنطيب الطبيطات اللي عندي كاملين. دائما كنقلبوا على 2 ديال الجهات باش كيتنفخوا لينا. الفيديو هكذا راه واضح. هذا هو الشكل ديالها ملي طابت، ما كياخذوش الوقت نهائيا في الطياب، راه كيطيبوا بسرعه. يمكن لكم ديروا حتى 6 في مره وحده يطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم هكذا بعد ما طيبتهم كاملين. كما شفتوا معايا 2 ديال الكؤوس راه عطاوني هاد الكميه كامله ما شاء الله. وهذه فتحتها هكذا من الوسط باش تشوفوها حتى من الداخل ديالها. كما قلت لكم راه كيجيو خاويين من الوسط وخفاف وناجحين. ودقيق الشوفان كيف ما كتعرفوا راه صحي. كلهم كيجيو هكذا بنفس الشكل. نتمنى اللي كيزور القناه ديالي اول مره يدعمني بالاشتراك اللي يعجبو المحتوى ديال القناه. وهناك اقتراح باش غادي نعمر هاد البطاطات. خديت هنا شويه ديال الصلصه هكذا حاره اللي كتبقى اختياريه، واي صلصه كتفضلوا، اللي بغى يدير مايونيز اولا يدير كيتشوب ولا ديروا اللي بغيتو. وهنا عندي الخس وعندي شويه ديال البصله الخضريه اللي قطعتها هكذا
كتجي بنينه هكذا تاهي في لي صالات باردين. وهنا عندي شويه ديال الدجاج اللي كان عندي هكذا طايب، غادي قطعته هكذا صغيورين وعمرت به. الحشوه كتبقى لكم اختياريه، كل واحد كيدير اللي يناسبو او اللي متوفر عنده. شويه ديال الزيتون، واحد مطيشه هكذا صغيره سوغيز. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنقدموهم على هذا الشكل، حشوه بارده كيف ما شفتوا معايا. بطبيطات جاو منفوخين وخاويين من الوسط بدون دقيق ابيض، صحيين وسهلين حتى في التحضير. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتدعموني بلايك اللي يعجبو الفيديو. كيف ما قلت لكم، اللي ما مشتركش في القناه ديالي يشرفني بالاشتراك. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.